في حاجات بسيطة بس تأثيرها كبير جدا. كلمة واحدة بس ممكن تبقى سبب في تغيير حياتك من الضلمة للنور. في ناس بتدور على معجزة، بس المعجزة عمرها ما كانت في بشر. المعجزة دايما في ربنا وفي القرب منه. عارفة يعني ايه استغفر الله؟ يعني بتفتحي باب السماء وبتقولي لربنا: يا رب أنا غلطانة سامحني، يا رب أنا محتاجة جبرك. الاستغفار مش بس للذنوب، الاستغفار رزق وفرج وزواج وشفاء وراحة بال. في ناس كانت بتدعي من سنين، مجرد ما التزمت بالاستغفار الدعوة اتحققت. فيه اللي اتجوز بعد يأس، اللي خلف بعد حرمان، واللي سدد ديونه، واللي ارتاح من خوفه، وكل ده بكلمة أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. يعني كل اللي بتحلمي بيه مربوط بالاستغفار. ما تستنيش المعجزات، اصنعيها بنفسك وابدأي بكلمة. قولي معايا من قلبك دلوقتي: استغفر الله العظيم وأتوب إليه. في بنت كتبت على جروب ديني: كنت حرفيا تحت الصفر، نفسيتي متدمرة، جوازي بيقع، الرزق كان مقفول بشكل غريب، والدكاترة قالولي الحمل بالنسبة لك شبه مستحيل. وكنت كل يوم بنام وانا معيطة وبقول: يا رب انا مش قادرة اكمل خلاص. ومع كل الضغوط دي كنت انا وزوجي دايما في خناقات ومشاكل كبيرة، لحد ما شافت بوست عن الاستغفار، ومن هنا بدأت رحلة التغيير. بتقول: كنت حاسة ان ده طوق نجاتي، البوست ده هو اللي هيغير حياتي 180 درجة. وفعلا بدأت زي اللي يكون غريق واتعلق بقشاية، بدأت استغفر كل دقيقة، كأن الاستغفار زي النفس اللي أنا بتنفس. بستغفر وأنا بطبخ، وأنا بغسل المواعين، وأنا قاعدة على سجادة الصلاة، لحد ما فجأة جوزي اللي كان بيبعد عني بدأ يقرب مني ويطبطب عليا، واتغير جدا في معاملته معايا. الفلوس اللي كانت بتروح فجأة بقت بتيجي من أماكن ما كنتش أحلم بيها. والمفاجأة بقى إن ربنا رزقها بالحمل بعد 5 سنين حرمان، والأطباء قالوا مش عارفين إزاي. عارفة يعني إيه؟ يعني اللي انت شايفاه مستحيل عند ربنا بسيط جدا، بس محتاج منك صدق وقلب بيقول أستغفر الله، وهو واثق إن ربنا سامع. استغفري حتى لو شايفة الدنيا سودة، استغفري وانت موجوعة، استغفري وانت لسه ما شفتيش حاجة حلوة، بس واثقة ان الجاي احلى. استغفر الله العظيم واتوب اليه. اللي عند ربنا مش بعيد، بس عايز منك ثقة وصبر واستغفار. استغفري حتى لو شايفة ان الابواب مقفولة، استغفري حتى لو الناس كلها حكمت عليكي. ربنا عمره ما بيكسف حد لجأ له. قولي معايا دلوقتي من قلبك: استغفر الله العظيم واتوب اليه. عودي نفسك لو مريتي باي مشكلة في حياتك ما تلجئيش غير لربنا. جربي وصفة الاستغفار اللي هتفتح لك ابواب الرزق والفرج والراحة النفسية. وصفة بسيطة لكن مفعولها بفضل الله عظيم. بعد كل صلاة استغفري 70 مرة، بس مش بسرعة. حاولي تستغفري بقلبك حتى لو ما قلتيش بلسانك، المهم يكون قلبك حاضر. بعد ما بتخلصي الاستغفار 70 مرة زي ما قلتلك بقلب حاضر، بعد كده تبدأي تصلي ركعتين. الركعتين دول بقى ممكن تعتبريهم ركعتين شكر لله أو توبة، أو حتى بس ركعتين تقربي بيهم من ربنا. وبعدها على طول بتقولي الدعاء ده: اللهم إني أستغفرك من كل ذنب يقطع الرجاء ويحجب الدعاء ويورث البلاء ويزيد البلاء. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وعودي نفسك كل دعاء بتدعي بيه قوليه 3 مرات، مش هتخسري حاجة. قوليه 3 مرات من باب ان انتي بتلحي على ربنا في الدعاء. وبعد الدعاء ده بتدعي بقى بالدعاء باسم الله الأعظم، ده من أجمل الأدعية. وهو: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي وترحمني وتعافيني وترزقني وتشرح صدري وتيسر أمري وتحقق لي ما أتمنى، إنك على كل شيء قدير.
بس كده وبكل بساطة، وإن شاء الله ربنا هيديكي كل اللي بتتمنيه. الاستغفار يا جماعة مش بس كلمات، الاستغفار حياة وبداية جديدة وفرصة من رب كريم بيقولك ارجعي أنا مستنيكي. فمهما كان اللي فات ومهما كانت ذنوبك، باب ربنا ما بيقفلش، والرحمة دايما أوسع من كل خطايانا. استغفري بقلبك، وكل مرة تقولي استغفر الله افتكري إنها مفتاح لفرج، لراحة، لدعوة مستجابة، ولحياة أنقى. خلي الاستغفار روتين روحك، وكل ما الدنيا تضيق بيكي ما تروحيش لحد، ما تلجئيش لغير ربنا، ارجعي لربنا بالاستغفار. وفي نهاية الفيديو أحب أشكركم وأقول لكم انتظرونا في الفيديو الجاي. مع السلامة.